بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في قناه جوجل شانل. ان شاء الله النهارده هنبتدي نشتغل مع بعض تصميم حلو قوي ولذيذ. الصيف داخل علينا والخروجات والرحلات والسفريات اساسي معانا بيكون الشنطه الخوص والشابو الخوص وسليبر البحر. ان شاء الله هنشتغل مع بعض تصميم حلو قوي النهارده ولذيذ وسهل، وكمان اثناء الحلقه هعرض لكم اكتر من فكره تقدروا ان انتوا تنفذوها. شغل الخوص سهل جدا ومش لازم تكوني حد محترف في مجال الهاند ميد. انت تقدري تشتغلي الشنطه بتاعتك اللي هتسافري بيها حتى لو انت حد مبتدئ خالص مش بيشتغل هاند ميد. تعالوا بقى نشوف الافكار والخامات والحاجات اللي هنشتغل بيها النهارده، ويلا نقول بسم الله. تابعي معايا الفيديو للاخر، ما تنسيش تشوفي الاقتراحات اللي هسيبها لك في اخر الفيديو، صور واشكال تاني تقدري كمان تنفذيها. ويا ريت لو بتشوفينا لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نقول بسم الله. طيب انا بقى عشان اشتغل شنط الخوص دي واعمل نتيجه حلوه قوي هيكون محتاجه معايا شويه حاجات كده في الاول. بصوا هي شغلها سهل جدا وبسيط، يعني ما بتاخدش وقت خالص. انا معايا شنطه الخوص متوفره في كل الاسواق ومتوفره اونلاين، بيبقى في منها خامات، خامه يعني شديده كده وحلوه، وخامه بتبقى شعبي شويه بيبقى النسيج بتاعها نوعا ما مفتل كده، فانت بتختاري اللي يناسبك وحسب السوق اللي هتعرضي فيه المنتج بتاعك. تمام، معايا كده الشنطه الخوص، ومحتاجه بقى شويه حاجات كده وحركات للتزيين. بصوا عندنا وحدات زي كده، دي بتتباع جاهزه كده اللي بيبقى فيها ترتر واشكال، في بيبقى منها مقاسات كبير وصغير. ممكن نعمل احنا الوحدات بتاعتنا بالكروشيه، الوحده دي اشتغلناها، سيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. في حاجات زي كده، في مقاسات بقى اكبر شويه زي كده، وحاجات زي كده. الاشكال دي كتير ومتعدده ومقاساتها مختلفه، والكف والعين طالعين ترندي قوي في تصاميم الحاجات بتاعه الصيف بصفه عامه. هنحتاج كمان شويه حاجات زي كده، الشرايط دي شرايط الحرف للتزيين، ودي بتتباع بالمتر او بتتباع باللفه على بعضها. في حاجات زي كده منها بقى اشكال وانواع كتير. الحاجات دي بتكون متوفره اونلاين على جروبات، وبتكون متوفره في الاسواق، مثلا ممكن تجيبيها من الموسكي او العتبه او الاماكن اللي زي كده، بس طبعا لو نزلتي اشتريتيها بتكون اوفر عليكي شويه من تجيبيها اونلاين. عندنا كمان بقى طبعا اهم حاجه البطل معانا النهارده، مسدس الشمع والسيليكون اللي هنشتغل بيه. وبنبدا بقى قبل ما نشتغل بنعمل حاجه، بنجيب الشنطه بتاعتنا كده ونجيب شويه الحاجات الكتير اللي احنا جبناها دي، ونبتدي ان احنا نحط شكل تصوري للتصميم بتاعنا قبل ما اثبت وقبل ما اعمل اي حاجه. يعني بجيب مثلا الوحدات بتاعتي كده وابتدي اجرب. معلش هي الشنطه كبيره مش عارفه اجيبها كلها جوه الكادر بتاع الكاميرا. ابتدي بقى اجرب، ادي الشرايط مثلا معايا كده، ابتدي بقى اجرب التنسيق بتاعي، اشوف مثلا هرص كام شريط فوق، هرص ايه الوحده اللي في النص المناسبه لحجم الشنطه، لان طبعا بيكون في منها مقاسات وفي منها اشكال بقى مدور وهكذا. احاول لو في جنب باين في التقفيل بتاعه اليد زي كده، اخلي الشرايط بتاعتي تداريه عشان يكون شكل الفينش بتاع الشنطه كويس. تمام، اجرب بقى مثلا الحبل ده مع الوحده دي، ناخد مثلا كده خطين فوق، واحط الوحده دي في النص. الوحده دي حجمها متوسط شويه، مش كبيره ومش صغيره، في اصغر وفي اكبر. واجرب مثلا ان انا احط خطين تحت، وبجرب الشكل عجبني وتمام، ببتدي اجيب بقى مسدس الشمع واثبت. لقيت مثلا التنسيق ده مش ماشي مع الالوان، محتاجه حاجه تاني، ابتدي ان انا اجرب بقيه الاشكال. لو حطيت مثلا وحده الكروشيه في النص دي، طبعا دي الوانها برده اختياريه، ممكن تغيري في الالوان براحتك. واجرب مع الشرايط اشوف ايه اللي شغال معاها، مثلا الوان مع الوان بيكون كويس. لو احط مثلا حاجه زي كده زي الكف مثلا او العين وكل الوانها سيلفر، احس ان شريط زي ده مش شغال معاها، يعني دي في حته ودي في حته. احاول ان انا اخد لها حاجه بنفس الفكره، مثلا حاجه شبه كده، او شريط يكون ارفع شويه بحيث ان التنسيق بتاعك يكون متناسق، ما تحسيش كده ان الشرايط ماشيه في حته والوحدات اللي انت شغاله بيها ماشيه في حته. نشوف بقى التصميم بتاعنا هيكون ماشي ازاي. هشتغل بالكفه دي كده ملونه، احطها في نص الشغل، وهشتغل معاها بالشرايط الالوان دي كده، هحط خطين فوق وداري معايا التقفيل بتاع اليد، وهحط منها كمان خطين تحت. تمام، طبعا هو هيكون صعب ان انا اثبتها كلها تحت الكاميرا، فانا هثبت الاجزاء دي ونرجع نكمل مع بعض. هنكمل بقى الطقم، وهنعمل الشابو بتاعه او البورنيطه او الطاقيه، برضو بتبقى جايبينها كده خوص جاهزه. وهجيب نفس الشريط وبرضو زي ما اتعلمنا في الشنطه بنجرب الاول التصميم، بعد كده نستخدم مسدس الشمع ونبتدي ان احنا نثبته. انا جربت ان انا الف الشريط بتاعي ده كده على الحرف داير ما يدور،
بس لقيته ان هو بياخد مع الدوران كده كسره او كشكشه. يمكن لو كان حجم الشريط ده ارفع شويه كان هيبقى مناسب ان انا اقدر الف الشريط بتاعي على حرف الشابو كده. فهعمل ايه، هلفه بقى هنا في الجزئيه دي، هيكون واقف كده بالشكل ده، شايفين ازاي؟ وهلفه داير ما يدور كده، مش هيدي معايا كشكشه ولا اي حاجه، بالشكل ده كده. وهثبته بمسدس الشمع. هقدر بقى ان انا اضيف مثلا فيونكه او اي تاتش احطه هنا، او عند نهايه التجميعه بتاعه الشريط بتاعتي بعد ما اقصه، او فوق شويه زي ما انت حابه. هنبتدي ان احنا نثبت ده وبعد كده نرجع نشوف مع بعض. ثبتت كده الشريط بالشكل ده داير ما يدور، شايفين واضح معاكم؟ وبعد كده قصيت جزئيه من نفس الشريط اللي انا شغاله بيه، طولها حوالي 30 سنتي، وهبتدي ان انا هعملها بالشكل ده كده، او فيونكه بقى او اي شكل انت حباه. تمام. وهسيب الشريطين دول كده، وهاجي هثبتها عند نهايه الخيط او الجزئيه اللي انا بدات وانتهيت فيها التجميع بتاعتي، وهبتدي ان انا هثبتها بالشكل ده كده. هخلصها وارجع اوريكم الشكل. دلوقتي بقى هجيب السيبر وهجيب الشريط اللي انا حابه ان انا استخدمه. طبعا ده الشريط اللي احنا بنكمل بيه الطقم اللي اشتغلنا بيه من اول خالص الشنطه، هنكمل مع بعض بقيه اجزائها وبقيه اجزاء الطقم كله. زي ما اتعودنا ان انا بجرب الاول التصميم قبل ما اثبت، قبل ما اعمل اي حاجه لازم طبعا اجربه واشوف شكله مناسب ولا لا. هجرب مثلا مره ان انا احط الخط بتاعي فوق كده. هجرب شكل تاني لو مثلا حطيت الشريط بتاعي في نص سليبر كده، شكله برضو لذيذ قوي وممكن نشتغل بيه. هجرب مثلا لو حطيته في اخر الجزئيه بتاع السليبر او اخر وش السليبر كده، وحطيت هنا كده مثلا حاجه قطعه مكرميه او حاجه فيها شراشيب، هيكون برضو شكله لطيف قوي. هجرب شكل تاني ان انا هلفه خط من فوق كده وخط من تحت، شريطين يعني. تمام بالشكل ده. طبعا ده كله تجريبي قبل ما ابتدي ان انا اثبت او الزق القطعه بتاعتي، وده الشكل اللي انا هعتمده او هشتغل بيه عشان يكون مناسب لشكل الشنطه لما اشتغلناها بشريط فوق وشريط تحت. وعشان بقى اثبت الشريط بتاع سليبر المره دي مش هشتغل مسدس شمع زي ما اشتغلت في بقيه الحاجات، لا المره دي هشتغل اي حاجه لاصقه زي كده، مثلا البي 7000 او مثلا الامير او اي سوبر جلو بيلزق بشكل كويس على الجلد عشان يثبت معايا ما يفكش معايا بعد كده. وببتدي ان انا بقيس القطعه بتاعتي من اولها لاخرها كده، واحاول اظبط ايدي وابتدي ان انا احط جزئيه من السوبر جلو بتاعي واثبت. الحرفين بتنيه تانية صغنونه خالص كده قبل التثبيت، وابتدي ان انا الزق، لان طبعا دي بيبقى لازقه على الوش بس مش بيكون داخل معايا في الخياطه مثلا زي الحاجات اللي بتبقى جاهزه بيكونوا مخيطينها معانا من هنا. وهبتدي برده من هنا اقص حته طويله شويه واتني والزق. تمام بالشكل ده كده. هخلص الشريط الاولاني واروح راجعه مثبته الشريط التاني، وده كده بيكون الشكل معانا. بصوا سهل وما بياخدش معانا اي وقت. احنا الشرايط دي بنشتريها جاهزه ونبتدي ان احنا نثبتها. حابه بقى تشتغلي وحدات كروشيه او وحدات مكرميه وتحطيها، بتكون برده شكلها كويس جدا. هثبت الفرده التانية ونرجع نشوف الشكل. وده كده الشكل النهائي للطقم اللي اشتغلناه مع بعض كامل من اول الشنطه والسابو والسليبر. وزي ما قلنا انت ممكن تغيري بالاشكال والوحدات والشرايط اللي اشتغلنا بيها. ممكن انت كمان تعملي التصميم نفسها هاند ميد وتعملي التصميم كله من اول للاخر هاند ميد. اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. هسيب لكم كمان كام فكره دلوقتي، يا رب يعجبوكم. يا ريت لو بتشوفونا لاول مره بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. نتقابل على خير قريب باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.